And the more shows you go to, the more chaotic and intense it becomes. And I know that's what makes it so fun and exhilarating. Financially there, watching in a way. And so up to Fashion Week, our kind of vibe at this Fashion Week, I usually go to Milan and then Paris. مع اني بحبش النسكافيه ده النسكافيه بنجيبه من عند عمه اللي بنشتري منه البن. بحس انه مفيهوش طعم كفايه او طعم قوي زي مثلا اللي بجيبه في بريك، بيكون في بريك الاكياس ده. المهم بجد وحشتوني، عايزه اظبط وحشني التصوير موت. اخر فيديو كنت مصوراه، انتوا هيكون عندكم فيه ايرور شويه لان اخر فيديو انا مصوراه انا كنت مصوره بقالي كتير قوي، وكنت هنزله بعد ما صورته بيومين، وبعدين حصل حاجات كتير قوي في حياتي بقت بجد انتوا محتاجين لايف ابديت. فانا قررت ان انا هقعد معاكم النهارده هقول لكم على كل اللي حصل، وعايزه اتكلم معاكم في حاجات كتير قوي بتحصل مؤخرا، لان بجد وحشني ان انا اقعد اتكلم معاكم، اقعد كده اشرب حاجه واقعد اتكلم معاكم. النهارده الجمعه، النهارده يوم اجازتي من ايه؟ اكيد انتوا متعرفوش اجازتي من ايه. بقول لكم حياتي بيحصل فيها حاجات كتير مؤخرا. I have a job. بجد فايتكم كتير قوي في حياتي. كنت قاعده بسمع من شويه فيلم روم كوم من ايام الالفينات، بدايه الالفينات. انا بحب الافلام اللي في الحقبه دي عموما، اللي في السنين دي. فكنت قاعده بسمع وبعدين قلت انا وحشني جدا ان اقعد اصور، مع ان النهارده يوم اجازتي، وكنت قايله ان انا هقعد بس اخده لنفسي كده واقعد احط شيت ماسك واستعيد كده سكين كير تايم بتاعي اللي بقالي شويه حلوين ما بعملهوش، واقعد اهتم بنفسي. قلت ليه ما اعملوش معاكم وكمان عشان انتوا كمان محتاجين لايف ابديت، لان في حاجات كتير بتحصل في حياتي مؤخرا غيرت روتيني تماما، وهقعد كده معاكم بس نتكلم. وكمان هقعد احط شيت ماسك لاني بقالي كتير قوي ما حطيتش شيت ماسك، وحشني بصراحه ان احط شيت ماسك واقعد كده just chill سوا. الماسك ده انا اخترته عشان هو مويسترايزنج جدا، وحد كان قايل لي في كومنت اخر فيديو ان انا شبه ايس سبايس. I don't agree. خلينا نحطه على ايدينا عشان ما طعم المشروبات في المج ده حلو. بحس ان إن المشروب طعمه بيختلف من مج المج، فده طعم المشروب فيه حلو، فعشان كده انا هاخده معايا الشغل. هيكون ده my work cup. اشتغلت مؤخرا في سوشيال ميديا ماركتنج ايجنسي، بروح كل يوم ما عدا يوم الجمعه بس هو اللي اجازه. فاحساس ان انا يوم الجمعه ده لازم يكون اللي هو وقتي بس، اللي هو ليا انا بس، انا ما بعملش حاجه غير ان انا ارتاح، استرخي، استعيد نشاطي للاسبوع اللي بعديه. فانا محتاجه احط ده على طول. انا اول مره اجرب الشيت ماسك ده، مش عارفه بقى هيكون حلو ولا ايه. ده مويسترايزنج جدا يعني جدا جدا. انا مش عارفه ليه بحط الشيت ماسك كده، بس انا بحب احطه وبعدين اشيل الورقه اللي بتبقى عليه دي. شكلي غريب بس اتس اوكي يعني، ده العادي. بقول لكم ايه، فانا بقيت اللي هو احس ان يوم الجمعه ده انا بقيت بهتم انا بعمل ايه في ايه عشان ارتاح، عشان ابقى اجازه. احساس الاجازه ده بيخليني انا مش عايزه اضيع وقت مش فيه انا مبسوطه، لازم يكون اليوم كله انا اكون فيه مبسوطه ومرتاحه. تفتكروا هنعرف نتكلم وانا بالشكل ده؟ طبعا لا، هستنى لحد ما يعمل. خليني اظبط تايمر. قاعده بسمع ايمي تشامبرلين بودكاست، فتقريبا انا هروح اكمله وقاعده اسمعه شويه، وبعدين هبقى ارجع اتكلم معاكم، لان هنا انا مش عارفه اتكلم وانا بالمنظر ده. الموضوع مشتتني، الشكل ده مشتتني، مش عارفه اركز. ما هونتوش عليا وقلت لا انا برضه هاجي اقعد معاكم بالشكل ده عادي. فايه، احنا اصحاب عادي ان انتوا تشوفوني بالمنظر ده. انا بجد كان في دماغي حاجات كتير قوي عايزه اتكلم معاكم فيها، بس حاليا طاروا بجد من دماغي.
وانا صحيح راحت سكن. ده من ضمن الحاجات اللي اتغيرت مؤخرا. اللي بيشوف الفيديوز بتاعتي هيعرف ان انا وهنا بنشير نفس الاوضه. فانا دلوقتي عندي اوضتي لوحدي. ده احساس حلو قوي ان الواحد يكون ليه اوضه لوحده، بس اوضته احساس جميل جدا. انا من زمان نفسي يكون ليا اوضه لوحدي. بعشق بشرتي بعد اي شيت ماسك انا بحطه. اي شيت ماسك بحطه على بشرتي ربع ساعه اشيله يديني النتيجه دي الحلوه قوي دي. ايما تشامبرلين بودكاست. البودكاست مسلي جدا وبحبه جدا. بحب ايما تشامبرلين، بحب فيديوهات ايما تشامبرلين عموما. المهم فقلت لكم ان انا بكره هاخدكم معايا في يومي في الشغل. انا بصحى بدري جدا. بصحى الساعه 5 وهاخدكم معايا على مدار اليوم عشان تشوفي يومي يتغير ازاي. قدام الكمبيوتر اكون كده كده. دي الفايب بتاعتي في الشغل. مبسوطة قوي بجد ان انا بفلوج تاني. ده بجد تأثير التصوير عليا. اما اجي اصور واعمل لكم فيديو ده بيكون تأثيره على مزاجي. انا بكون فكنت فكرت ان هقعد معاكم كتير، اقعد اتكلم معاكم، بس بجد مفيش حاجة في دماغي اتكلم معاكم فيها. فاشوفكم بكرة الصبح. But we have to water the violets. Oh, I didn't agree to violets. He threw the violets in after he'd already rooked me into watering his lawn. Don't you at least want to see what his house looks like? Absolutely not. انا قمت الساعة 5 عملت كل الحاجات اللي انا بعملها الصبح. واكيد انا شاركتكم ده قبل كده وكده انتوا عارفين. بصحى الساعة 5 والوقت ما بيكفينيش عشان اعمل حاجات. بحب اعمل حاجات كده معينة قبل. يعني اكيد انتوا عارفين ان انا شاركتكم ده قبل كده. ثانيا نسيت ان انا المفروض اصور. لسه فاكرة حالا. المهم مفاتكمش كتير دلوقتي. ايه هنعمل اللانش بوكس اللي هاخده معايا الشغل النهارده. عادة مش باخد لانش بوكس بصراحة. يعني الفترة اللي فاتت كلها خدت ما خدتش لانش بوكس وبعدين بجيب اكل هناك. بيكون في البريك برانش سلاش لانش. بروح الشغل من 9 ل5. النهارده عامله سندوتشات كفته. لقيت ان في كفته في البيت فاخدت النهارده كفته. مش عارفه ده عادي ولا ايه، بس الموضوع بجد انا عايزه اكل كفته. عايزه اكل كفته النهارده على الغدا. انا بالنسبه لي ده بيبقى غدا لان انا بفطر في البيت. فانا بروح باخد بريك ببقى عايزه اتغدى. يعني وقت الغدا بتاعي بيكون في المكتب. بس حبيت اشارككم انا عامله ايه في السندوتشات. حاسه ان انا هجيب جادج بس I don't care. لحد دلوقتي بعرفش استخدم الستريتش ده رخم. هو عادي لو اخدت معايا ايس كريم، بس هيسيح لما اروح هناك. عندنا ايس كريم في البيت وعايزه اخد منه. ما اعتقدش انها فكره حلوه، بس ممكن اكل ايس كريم قبل ما امشي. حلو برضه. لسه ما كملتش التاسك اللي المفروض اعملها قبل ما اروح الشغل. هروح اكملها وهروح البس واجيلكوا. خلينا متفقين ان انا هاخدكم معايا يوم الشغل. يعني الصبح ده نعمله سكيب. ناقص بس اودي الشنطه، احط اللي في الشنطه دي في الشنطه دي واطلع امشي عشان متاخره. ومفروض كمان اعمل حاجه قبل ما اروح. فالنهارده هيكتك داي.